تعالوا نعمل أحلى مكرونة بشاميل جوسي وبتشد زي المطاعم في طاسة واحدة وفي أقل من 10 دقايق. في طاسة على نار متوسطة هننزل بمعلقة سمنة أو زبدة، وأول ما هتسيح معانا هننزل عليها ببصلاية تكون مبشورة، وهنقعد نقلب فيها لحد ما تتحمر. بعد ما تاخد اللون ده هننزل عليها بربع كيلو من اللحمة المفرومة تكون دهونها قليلة، وافضل قلب فيها لحد ما يدخلوا في بعض، لحد ما اللحمة توصل معانا للشكل ده. هننزل عليها بملح وفلفل أسمر وبهارات لحمة و11 بهار، ونقلب اللحمة كويس عشان كل البهارات تخش فيها وتاخد كل الطعم. هننزل عليها بطماطميتين مفرومين وعليهم فلفل حامي لو تحب، ونقلب تقلبتين عشان الطماطم تتخلط باللحمة، ونضيف عليهم كوباية مية ونسيبها على نار هادية عشان اللحمة تستوي. هنشيل اللحمة من الطاسة وننزل فيها بمعلقة سمنة، وأول ما تسيح ننزل بمعلقة زيت، وهننزل عليهم بمعلقة دقيق كبيرة، ونقلب مع بعض لحد ما يوصلوا للشكل ده. وأول ما يوصل للشكل ده هننزل عليه بكوبايتين من اللبن، ونقلب بسرعة جدا عشان الخليط ما يكلكعش معانا. وبعد كده هننزل عليه بمعلقة كبيرة من الكريمة اللباني، وندخلها في الخليط ونقلبها كويس. هسيبه على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب لحد ما احس ان القوام بدأ يتقل معايا. بعد كده هنزل عليه بملح وفلفل اسمر ونص ماجي، واقلب بسرعة علشان كل المكونات تدخل في بعض. في نفس الطاسة بعد ما البشاميل استوى هننزل ب3 4 معالق من البشاميل، ونعمل بيهم طبقة في الأرضية ونوزعهم بشكل مظبوط. بعد ما وزعناه بشكل مظبوط هنجيب المكرونة بتاعتنا وننزل بطبقة ونفردها بشكل سليم، وننزل عليها بطبقة تانية من البشاميل نحاول نغطي بيها المكرونة. لو لسه معايا روح اعمل لايك وفولو على ما افرد البشاميل ونكمل باقي الوصفة. بعد كده هنحط الحشو بتاعنا ايا كان هو ايه، ممكن تحط صدق، ممكن تحط بسطرمة. انا هنا طبعا استخدمت اللحمة المفرومة اللي عملناها. هنحط عليهم رشة من الزيتون هتديها طعم حلو جدا. بعد كده هننزل بطبقة تانية من البشاميل نغطي بيها الحشو بتاعنا، وبعدين هننزل بباقي المكرونة ونحط عليهم باقي البشاميل اللي عملناه، ونحاول برضو نغطي كل المكرونة ونفرد البشاميل بشكل مظبوط. بعد كده هننزل عليها بالجبنة الموتزاريلا، ياريت تكون طبيعي، ورشة جبنة تركي هتوديها في حتة تانية، وندخلها الشواية وعينينا عليها. وده بقى شكلها بعد ما طلعت من الفرن. مش عايز اقول لكم الريحة عاملة ازاي، ولا الشدة بتاعتها لفوق قوي. بص دي كمان، واو. وده بقى شكل جريمة نص الليل بعد ما خلصناها. بص معايا كده، طعم ولا اروع. حكاية. ما تنساش لو الفيديو عجبك لايكك الحلو، فولو التمام، وتصلي على النبي. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.